حكايتها بدأت بنبض صغير فرحها وقلق لازمها طول الرحلة، وهي كانت واقفة بينهم كأن الوجع بيحاول يوصلها رسالة. صداع ورجلين بيصرخوا من الورم، والأول مرة تحس إن مش لوحدها اللي بتتألم، لكن جواها في حياة محتاجة حد ينقذها. قالوا لها تسمم حمل. الكلمة كانت تقيلة مش لأنها بتخوف، بس لأنها مبهمة، زي وجع ملوش ملامح. الضغط بيعلى، الكلى بتتعب، والمشيمة بتحاول على قدها توصل النفس للبيبي وتاخد القرار. ولادة طارقة كانت تايهة بين وجعين، وجعها ووجع حد لسه معرفهاش بس هي بتحبه من غير ما تشوفه. فريق كامل حواليها، حد بيهدي الضغط، حد بيسمع نبض الطفل، وقلوب كلها بتجري أسرع من الوقت نفسه. وهي كانت سايبة كل خوفها ومش ماسكة غيره، بتطبطب عليه وبتقول له استنى ما تسيبنيش. وفجأة سمعنا صوت صرخة، بس مش صرختها هي، صرخة صغيرة نقية كأنها بتفتح باب لحياة جديدة. وخرجت شايلة الدنيا في حضنها، شايلة ابنها كأنها اتولدت معاه من جديد. وفهمت إن مش كل حمل حرج لازم ينتهي قصة وجع، أوقات بيحتاج بس متابعة وحد يسمع النبض بدري ويكمل الرحلة معاكي خطوة بخطوة.